اوقات كتير بنكون عايزين ناكل حاجة حلوة، حاجة تكون جامعة ما بين حاجتين: البساطة وكمان مكونات بسيطة. النهاردة هنعمل حلق بارد بطبقات من البسكوت، بجد طعمها في منتهى الجمال، جميلة جدا. الوصفة دي كمان للمبتدئين اللي لسه داخلين المطبخ جديد، هيعملوها بجد بكل سهولة. نقول مقاديرها او مكوناتها بسيطة جدا، وكمان طبقات من البسكوت كده غاية في الروعة بجد. يلا بينا على طول نبدأ في الطريقة وفي المقادير. اول حاجة معايا الصينية اللي انا هستعملها دي مقاسها 22 في 28. ممكن تستعملوا اي صينية موجودة عندكم او صينية كمان بايركس. نيجي هنا بقى للمكونات بتاعتنا. مكوناتنا سهلة. هنا معايا بسكوت الشاي العادي اللي بنفطر بيه. هحتاج كمان لتر من الحليب. هحتاج كمان نص كوبايه من السكر هنا طبعا حسب الذوق، لو انتوا حابين تزودوا او تقللوا ممكن من نص كوبايه لكوبايه الا ربع، بس هي كانت مظبوطه جدا، نص كوبايه حلوه جدا. كمان هحتاج 150 جرام شوكولات دارك اللي هي الشوكولاته الخام، هحتاج منها 150. كمان معايا 30 جرام من الكاكاو الخام، دول تقريبا معلقتين. كمان هنا معايا جيلاتينا انا هستعملها اللي هي زي ورق كده. ممكن تستعملوا كمان الجيلاتينا اللي هي البودر لو موجودة عندكم، لكن بصراحة الجيلاتينا البودر صعب شوية ان احنا نلاقيها، فهنستعمل بدلها الجيلاتينا اللي هي عبارة عن ورق. اول حاجة نبتدي بتحضيرها. معايا اللتر من اللبن. كمان هضيف السكر. كل المكونات دي في الاول هنشتغل على البارد قبل ما نرفع المكونات دي على النار. وكمان معايا الكاكاو، ضفت كل الحاجات كلها مع بعض، ضفت السكر مع الكاكاو مع الحليب. هقلب كل المكونات دي الاول على البارد قبل ما نرفعها على النار. في حاجه ما ظبطتش معايا في الوصفه دي، فانا هقولها لكم اكيد واحنا شغالين علشان ما تغلطوش نفس الغلطه، وان هي ما تنجحش معاكم. هنا بقى رفعت كل الخليط على النار. اول بس ما يبتدي ان هو يغلي، هنبتدي نحضر الجيلاتينا. هنا الجيلاتينا هحطها بس في شويه ميه علشان تلين. وبعد كده نزلت بالشوكولاته اللي هي الشوكولاته الدارك. اول ما ابتدى ان الخليط يبتدي يغلي معايا، نزلت على طول بالشوكولاته علشان تساعد ان الشوكولاته تسيح على طول. هنا خلاص كده الجيلاتينا معايا بقت جاهزه، وكمان صفيتها من الميه وضفتها على طول على الخليط وهو سخن علشان الجيلاتينا تسيح على طول. اول ما تبتدي الجيلاتينا ان هي تسيح، هنبتدي ننزل الخليط بتاعنا من على النار. نيجي هنا بقى للغلطه اللي انا غلطتها في الوصفه دي، ومش عايزاكم ان انتوا تعملوها علشان تطلع معاكم ناجحه. هنا الوصفه دي هي الخليط ده ما ظبطش معايا، ما كانش تقيل ومتماسك. علشان كده رجعت ضفت معلقتين من النشا. هنا ممكن احنا عشان استعملنا جيلاتينا، فهنقول ان الجيلاتينا خلاص كفاية ان هو الخليط هيبتدي ان هو يبقى متماسك، لكن للأسف كان خفيف شوية، فانا حبيت ان انا اتقله بالنشا. هنا حطيت معلقتين نشا على البارد مع شوية مية صغيرين. اول ما دوبتهم ضفتهم على الخليط على طول. نبتدي بقى نرص مع بعض الطبقات. اول حاجه حطيت كده في قعر الصينيه من تحت، حطيت حوالي كوبشتين 3 من الخليط اللي هو خليط الشوكولاته، وهبتدي بقى نرص طبقات البسكوت مع بعض. بجد ما فيش اسهل من كده، حلقة فعلا بسيط جدا، مكوناته كمان بسيطة. شوية بسكوت عندنا، وانا اعتقد ان كل المكونات اللي ضفناها النهاردة موجودة عندنا في كل بيت. مكونات سهلة جدا، مش محتاجة مكونات كتير وتعب ومجهود. بجد مكوناتها بسيطة جدا الوصفة دي، وكمان سهلة. اي حد كده مبتدئ ممكن يخش على طول المطبخ وهينفذها، ومش هتاخد كمان بجد ولا وقت ولا مجهود خالص في تحضيرها. هنا انا رصيت البسكوت. هنا عملت 3 طبقات. ممكن تزودوا الطبقات عن كده او ممكن تقللوها، طبعا دي حاجة ترجع لكم حسب ما انتوا عايزين. كده خلاص انا نضفت بقى كده الجوانب، لو في اي حاجة ننضفها، وهرجع تاني ادخلها التلاجة. هنا كان عندي شوكولاتة اللي هي شوكولاتة دارك، كان عندي تقريبا 100 جرام. سيحتهم كده مع شوية لبن صغيرين بس عشان اضيفهم على الوش. لو انتوا حابين مش حابين ممكن خلاص تستكفوا بالخطوات اللي احنا عملناها، لو انتوا مش حابين شوكولاتة على الوش.
خلاص كده هي تقريبا يعني بقت جاهزة معانا. هدخلها بس التلاجة علشان تبقى متماسكة شوية، وبعد كده هتكون جاهزة. وده شكلها بعد ما سقعت شوية، يعني ودت شوية في التلاجة، بس انا للأسف يعني كنت مستعجلة برضو عليها، فهي كانت محتاجة ان هي تقعد شوية تاني في التلاجة علشان طبقة الشوكولاتة اللي احنا حطيناها على الوش ان هي تتماسك. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يعني شايفين المكونات بسيطة جدا، ونقدر نقول في دقايق هنعمل الجمال ده. بجد طعمها مش قادرة اقول لكم، بجد طعمها جميل جدا، طبقات كامل بسكوت حلوة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، وبألف هنا وباي باي.